بعكازيك في البيهم وبكرة يشوفوا بعينيهم. مش محتاج لشيء منهم، أنا اللي كنت بديهم. بتديهم ايه يا حبيب قلبي؟ بس في ايه؟ صوتك وحش. ايه يا عم، صدعتنا وقرفتنا والدبان اتلم علينا، وبعدين بتديهم ايه؟ زعلي ليه يا ست انتي؟ انا بس داخل واندمجت شويه مع بابايا البسكوت ده عشان بس اجمع حق مع العمليه لامي. ما غلطتش في حاجه. بتغني عشان تجمع فلوس لعملية امك؟ وريني كده. يا حبيبي انت لو فضلت تغني من هنا لسنتين جايين امك هتموت قبل ما تعمل العملية. يلا يا حبيبي اتفضل بره. لا بقى ده كده زودتها قوي. حقك عليا. انا اسف بس اللي انت ما تعرفيوش ان في يوم من الايام هبقى نجم. هتبقى نجم؟ اتكل على الله. خد يا ابني تعالى يا ابني، خد يا ابني تعالى. خير يا يا ستي انت استاذ. بتتكلمي معاه كده ليه؟ يعني ايه بتكلم معاك كده ليه وانت بالك اصلا؟ الراجل بيغني عشان وشغال شقيان اهوت وتعبان عشان خاطر يجمع عمليه لامه. امه؟ بقول لك ايه، مالكيش انت دعوه بيه. كلمه تاني وانت كمان مالك بيه؟ انت مالكيش دعوه بيه، هيقعد معايا. يقعد معاك؟ هيقعد انا معايا. وكلمه تانيه لو اتكلمت معاه تاني هخلي مزيكا يمشيكي من الكافيه ده. مزيكا يمشيني من الكافيه ده؟ ولا في احلامك. لما نشوف استاذ مزيكا لما يجي هيقول ايه؟ تعالى يا حبيبي اقعد. انت اسمك ايه؟ بص يا عمر، انت صوتك جميل ومالكش دعوه باي حد يقول لك انك صوتك وحش، وان شاء الله في يوم هتبقى نجم وهتبقى مشهور. شكرا. وعمليه امك دي انا متكفل لك بيها كلها. ليه لا طيب. بص يا ابني، انا هكتب لك دلوقتي شيك ب9 مليون جنيه تروح تصرفه وتعمل العمليه لامك. لا لا لا، استغفر الله استغفر الله. خلاص. امك ان شاء الله هتقوم بالسلامه يا رب. ما تقلقش. تخليش حد يكسر معنوياتك ابدا. اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. الدنيا شغاله. مالك يا هدى؟ مالك بتعيطي ليه يا هدى؟ في ايه؟ يا استاذ مزيكا، عارف الراجل اللي بيجي يقعد هنا على ترابيزه 3 دوت اللي بيجيب مشاريب كتير اللي بيلبس شبشب دوت وبنقعد نقول ده الراجل ده الله يكرمه؟ ايوه ايوه استاذ اسلام ماله؟ ايوه. من ساعه ما دخل عمال يزعق فيه ويقول لي انا هقطع عيشك. مين اللي يقطع عيشك بس؟ اهدي يا هدى. انت بقالك اكتر من 200 سنه شغاله معايا في الكافيه. 202 يا استاذ مزيكا، بس هو قال لي والله ما اخليكي تقعدي هنا دقيقه. لا طبعا، ازاي يعني يقول كده عشان معاه فلوس وغنى هيتنطط عليكي؟ وقال لي هتشوفي انا بهدلك يبهدلني. يا هدى اهدي، انت سمعتك من سمعتي، اللي يزعلك هنا يزعلني انا هخش دلوقتي وهطردولك بره الكافيه. خلاص بقى ما تعيطيش. كتهم القرف سواء كان مزيكا عليه عالكل. ان شاء الله قريب قوي هبقى انا صاحبة الكافيه ده كله. وبسلم لي على استاذ مزيكا. تلاش يا حبيبي. بص يا اسلام، انت صاحبي واخويا وكل حاجه، لكن اكل العيش نو. ليه بقى؟ لان انت لو هنت حد شغال معايا هنا في الكافيه يبقى انت هنت مزيكا. ايه الكلام ده؟ فيها مزيكا؟ انت اول مره تعرفني ولا ايه؟ لا يا اسلام، ما انت ما تزعقش الاوضه وتكسر بنفسها عشان يا عم هي اللي زعقت للواد الاول. واد مين ده؟ واد داخل بيغني وصوته زي الفل اهو. ده بيغني وصوته زي الفل وكان بيغني، قالت له لا واطلع بره وكسرت بنفسه، وقاعد بيبيع بسكوت وعمال بيغني عشان يعمل عمليه لامه. طب ثانيه واحده، انت حصل الكلام ده يا حبيبي؟ ايوه يا عمو، وهو خدني وكتب لي شيك ب9 مليون جنيه علشان اعمل عمليه امي. طب بص يا اسلام، انا مش هصدقك ولا هصدقه، انا هجيبك قدام هدى وهيبان مين اللي غلطان ومش مين اللي غلطان. اتفقنا؟ وهشوفه هنتاكد كمان. يلا بينا. يلا. تعالي لي. ايوه استاذ مزيكا. تعالي. حاضر.
تعالي دلوقتي يا استاذ اسلام اهو، تعالى يا استاذ اسلام. يا حبيبي. دلوقتي يا استاذ اسلام بيقول لي ان انت اللي زعقتي للشاب دوت عشان كان داخل الكافيه بيغني عشان يعمل العمليه لامه ويجمع فلوس. انا أيوة اللي زعلت، ما حصل. حصلش. لا حصل. ما حصلش. وبعدين هو داخل عمال يغني وصوته وحش. لا، صوته وصوته حلو. لما علينا الدبان وصوته مقرف كمان. ها. انت عمال تقولي صوته حلو. يا عم صوته لا، حلو صوته يا وحش. عم. بس ولا انت ولا هو ولا انا. تعالى يا حبيبي. تعال. انت بتغني؟ طب صلي على النبي. دلوقتي هو هيغني والحكم مش لينا، الحكم للناس اللي بتتفرج علينا. لو هو غني وصوته حلو الناس ده تكتب لي عمر صوته حلو يا مزيكا، لو هو صوته وحش الناس ده تكتب لي عمر صوته وحش يا مزيكا في الكومنتات. اتفقنا؟ اتفقنا. اتفقنا؟ اتفقنا. يلا يا عم غني. وحياتي عندك لو كان ليا عندك خاطر لا تراجع قلبك قبل ما يجي اليوم وتسافر. وحياتي عندك لو كان ليا عندك خاطر لا تراجع قلبك قبل ما يجي اليوم وتسافر. بس دلوقتي الناس هي اللي هتحكم. لو صوته حلو اكتبوا له صوته حلو يا مزيكا في الكومنتات، لو صوته وحش اكتبوا له صوته وحش. هنتراهن؟ حقيقة. يلا سلام. يلا يا اسطى.